يعرف أيضا الشاعر أحمد الحسيني في كافة أجزاء كردستان الأربعة، شخصية محبوبة لدى الجميع، لدى الشارع الكردي في كافة أجزاء كردستان الأربعة. أيضا كان له دور في الشعر، في تطوير الشعر، كان من رواد الشعر في مناطق روج آبا، الدور الذي لعبه في تطوير الشعر وربطه بالمعرفة في المنطقة. هلا ميزة الراحل انه طبعا هو ينتمي لجيل ما بين الجيل اللاحق لشعرية ونمط شعر الراحل سيدة ياجا قرقوي والحداثويين الجدد بالنسبة للكرد. هو استطاع أن يشمل شيء من التراث مع الحداثة، وليست الحداثة الكردية فحسب، يعني أن يعيد توليف المفردة الكردية، المفردة الشعرية الكردية بطريقة جديدة. طبعا اكتسب مهارات من خلال ربما الهجرة، ربما الاطلاع على الثقافات الأوروبية. هو كان من أوائل من سافر إلى بريطانيا وإلى السويد واستقر مؤخرا في ستوكهولم. اطلع جيدا على التجارب الشعرية الأوروبية، إضافة إلى المخزون المعرفي من التراث الكردي، تراث عمودة، تراث شرمولة، تراث المناطق الكردية، تراث مناطق كوشرات، بوطان، كل المدن الكردية. استطاع أن يعيد توليفة المفردات الكردية من خلال لغة حديثة تختلف عن لغة جيل سيدة ياجا قرقوي وآخر. هو من أوائل من كتب النثر الكردي.